لا، هو الصوت في حاجة، صوت في مشكلة. سامعني كده؟ اه، ايوه كده سامعك. اه، تمام، قول لي بقى السؤال انا كنت اسال دلوقتي حته انا اللي بدي للناس السكريبت او هم اللي بيردوا على العميل ازاي. انت مستغرب ليه؟ تمام، وده انا يعني انا بعرفه ازاي ولا ايه ده؟ انا بعرف السكريبت ازاي؟ احنا لسه هنقول. اه ماشي تمام، أنا افتكرت ان حاجه انا خدتها ومش عارف والله. لا لا لا. تمام. انت مخضوض ليه يا معلم؟ مش احنا انا بقى قلنا عايز احنا قلنا ماشي. البوزيشن ده بيتاخد فيه ارقام، اه يعني بيدفع فيه فلوس ارقام. جميل. اه ليه؟ عشان كل ده تمام انت فهمت. طب راجل انا مسؤول عن مكنه بتاعت فلوس، تمام. انت اللي بتدورها. مم. تمام ماشي. انا كنت في فيديو كده، انا كنت بعته لك لواحد كده كان بينزل فيديوز، فكان بيتكلم عن الميديا بايرز وكده ومرتباتهم، فانا كنت عايز اعرف الكلام ده صح ولا لا. نبص عليه سوا. ماشي. بيسجل اهم حاجه. اه بيسجل. طيب ماشي. طيب بص يا باشا، مم. المرتبات اللي هو بيقولها اه موجوده تمام. واكتر. انا واحد من تمام. الناس مم. اشتغلت يعني مع بروجكتس، بس انا مم. مش يعني مش هقول لك مثلا ان انا باخد خمسة ستة، يعني انا ما اه. بلمش مشاريع. مم. آه، في مشاريع خدت فيها 70,000 جنيه مم. في الشهر، وفي اه. مشاريع خدت فيها 25,000، وفي مشاريع خدت فيها مم. 15. معلش، هو هنا مشاريع دي اللي هي بمعنى ايه؟ هو انا بشتغل باخد مشروع بروجكت وبيخلص بعد كده كفريلانس. خلاص انا ايه؟ لا لا لا، كفريلانس. كفريلانس. هو مثلا ايه ممكن اخد بروجكت كفريلانس ويخلص مني؟ مش المفروض الحاجات دي تبقى ستيبل شغاله؟ لا لا، ما هقول لك يخلص امتى. يخلص لما يحصل حاجة من الاتنين: مم. يا صاحب البراند يطمع في الفلوس اللي بيديها لك، اه. يا مش عايز ياخد بالنصايح بتاعتك فابتدى يخسر. مم. دول الحالتين اللي انا قابلتهم. لو اعلم في حالات تمام. تانية ولا لا، بس انا بتكلم على الحالات اللي انا ككريم قابلتهم. تمام. الحالة الأولانية بتاعت إن العميل يطمع في الفلوس اللي أنت بتاخدها، دي كانت في مم. مزرعة في السعودية. اه. مم. تمام. كنا مم. متفقين على نسبة 3% من الجروس بروفيت. مم. الجروس بروفيت ده اللي هو بعد الراجل مثلا مكسبه 20%، اه. فأنت هتاخد بعد خصم المصاريف، يعني لو باع بمليون جنيه مثلا، مم. مكسبه فيهم 20%، أنت بتاخد منهم 3%. تمام. اه. تمام. وقصاد يعني ده انت بتاخد 3% من 200,000 مثلا؟ بتاخد 3% من 200,000. مم. تمام. مم. وبتظبط له الادز بتاعته، وبتظبط له الدنيا عادي. تمام. تمام كده. مم.
فاشتغلنا. الراجل ده شغال في السعودية، مش شغال هنا في مصر، وهو اه. مصري. هو واخوه مم. من بني سويف. يا اخوه في الله. السعودية هناك، ماشي. اه. وهو هنا في مصر في بني سويف. مم. اه. اشتغلنا يا باشا. ظبطنا تارجت. مم. انا واحد عايز اكسب من البراند ده، حطيت في دماغي ان انا هاخد منه 100,000 جنيه. تمام. انا ككريم هشتغل ان انا اخد من البراند ده 100,000 جنيه. اه. فبدات اظبط الكرييتيفز بتاعتي، وبدات اظبط دنيتي وخلاص، والادز وكل الكلام ده. واشتغلنا مم. فعلا، واللي انا طلبته عمله. طب نقطة وظبط. مهمة معلش، هو هل في الفريلانس برضه بيكون معاك التيم اللي هو مثلا بتكون انت اللي جايبه، او هو بيكون عنده اللي هو اللي بيعمل الكونتنت والمونيتور زي ما بتقول لي والحاجات دي كلها ولا؟ انا بيبقى معايا التيم. يعني انا كده كده معايا التيم كفريلانسرز بيشتغلوا مم. معايا. بس والله مم. انت كعميل ما عندكش اللي ينفذ، الناس مم. دي موجودة هتنفذ وهتاخد فلوس. انت تمام. عندك اللي هيطلع لي الشغل اللي انا مم. محتاجه، مم. خلاص اعمله بمعرفتك. لا تقول لي غالي تمام. ولا رخيص، يعني ما تدخلنيش انا مم. في الهيدك بتاع ده غالي ورخيص. تمام. تمام. فالمهم مم. الكرييتيفز اللي طلبتها هو الراجل عملها، خلاص مش فارقة. اه. مم. اشتغلنا، طلعنا الادز بتاعتنا، طلعنا التيست. مم. اول اسبوع عرفت متوسط الاوردرات في اليوم، ظبطناها بان هي من 8 ل 10 اوردرات في اليوم، بتوتال اه. مبيعات حوالي 15,000 ريال. اه. تمام. مم. جينا بعد كده، المفروض ان كان الاول هاخد نسبة 3% من المبيعات. اه. لما لقى الارقام كده، رحنا مم. معدلين الاتفاق. مم. لا، خد 3% عشان انا عندي مصاريف، وانا اللي بصرف اعلانات، وانا اللي بعمل، فخد 3% من المكسب. فتمام. وبعت النسب، ولو عملنا مبيعات كذا خد كذا وبتاع، قصة كده يعني. معلش، هو هنا ف 3% ده من المكسب؟ مش هو كان كده في 3%، الأول لا ولا لا، كان ايه؟ 3% من المبيعات. يعني عمل مبيعات بمليون جنيه، انا باخد منها اه، مش 3%. من، هو قال لك في الآخر خد من نت بقى، من نت بروفيت في بعد الآخر. كده لا، خد يا باشا من النت بروفيت، علشان انا عندي اه. مصاريف وبصرف اعلانات وبتاع، فخلينا ان احنا مم. من النت بروفيت احسن. طب يا معلم، انت اه. النت بروفيت بتاعك من 20 ل 22% تمام. من السعر فهمت. اللي احنا بنبيع منه. فلو حضرتك اه. على سعر البيع ده احنا بعنا ب100,000، انت مم. كسبان من 20 ل 22,000. تمام. انا هاخد من ال 22,000 دول، او من ال 20,000 دول هاخد منهم مم. 3%. يبقى انا كده بعدت اه. عن مصاريفك، وبعدت عن تكاليفك، وباخد اه. من المكسب اللي داخل لك. اه. تمام تمام. ولو وصلنا مش عارف لكام هناخد، هيبقوا 5%، وبعد كده مش عارف لو وصلنا لكام هتبقى 7%، وهكذا. طب يا معلم مم. تمام. المهم اشتغلنا. الرؤز وصل معانا ل 16. مم. السيزون كان ده. خادمنا في السعودية. الكلام ده أصلا اه. كان في رمضان اللي فات يعني. مم. الرؤس كان خادمنا، والسيزون كان خادمنا، وكنا عاملين مبيعات كويسة. و... مم. والبروجكت ما بيبيعش غير في المنطقة اللي هي الشرقية هناك بس. هو ما عندوش اه. توصيل بره، فاحنا بنلعب على اريا صغيرة. مم. بالصدفة واحنا شغالين لقينا اوردرات بتيجي اعلى في المدينة وفي جدة، فابتدينا ان احنا نتكلم ان يبقى ليك مورد هناك. لان في اه. المدينة وفي الرياض وفي الحتت دي ما بيطلبوش بوكسات، مم. حضرتك ده بيطلب منك ذبيحة كاملة. الذبيحة اه. الكاملة عاملة لها 1500 ريال ولا مم. 1800 ريال، فمكسب ليا وليك. حتة بالظبط. الاوبريشن انت اللي مسؤول عنها، انا ماليش دعوة. يعني انا مش هقول لك بقى ايوه. توصلها ازاي. مم. بس طب تمام، وهنظبطها ومش عارف ايه وبتاع. المهم يا سيدي، اشتغلنا وجينا في اول اسبوع لقاني عامل 70,000. مم. طيب 70,000، واحنا متفقين لو جبنا 100,000 في الشهر
هتتحاسب على كذا. مم. فانت في اسبوع جبت 70,000. اه. وكده كده انا مش محمل عليك في الاعلانات، يعني انا مش بقول لك انا عايز مثلا 100,000 ريال اعلانات. اه. فهنا بقى اتبص لفرق العملة، وتبص انت هتاخد كام. مم. ما تبصش ان انت دخلت 70,000 ريال في الاسبوع بمعدل اه. 10,000 في اليوم. يعني حضرتك هتيجي اخر الشهر هتعمل ال 300,000 ريال مبيعات. مم. اه. بالبادجت كام بقى؟ ببادجت تقريبية كنا بنتكلم في حوالي 10,000 او 15,000 ريال اعلانات. مم. مم. يعني بمعدل 500 ريال في اليوم كانت ظابطة الدنيا معانا يعني. مم. وطبعا هتخلص سيزون العيد، هتدخل هتخلص رمضان، هتدخل على العيد الصغير، الدنيا مريحة. هتشتغل على لحمة البيت العادية، فهتبيع اه. قطاعي، مش هيبقى فيه بقى الذبايح والحاجات دي. مم. وشهر وهتجهز لإيه؟ للأضاحي. الأضاحي بقى. هيرجع السيزون تاني يشتغل معاك يعني. اه. بس هنا بقى يا معلم اتبص على انت ليه تاخد الرقم ده لما انا مم. ممكن اجيب حد مكانك ياخد 7 8000 جنيه في الشهر مم. وموجودين مرطرطين على الجروب. اه. ده صاحب البراند. فهمت قصدك. اه، فهمت قصدك. تمام. فدي اول كيس. طب مم. الكيس التانية بتاعت ان انا هجيبك واتحمل مرتبك، انت بتحقق لي مبيعات، بس اه. من الباطن كده هروح اجيب واحد جونيور او واحد ما اه. يعرفش اي حاجة اه. وادخله التيم تعلمه. مم. فطبعا هنا هو بيحطك في حتة اللي هو طب انا شغال معاه، شوف يا باشا مم. هتاخد كام وعلم فلان اصل مم. ده قريبي. اه. هو عايز يتعلم فدخل. فهي الدخله بتبقى مم. كده، طبعا بتبقى مقطوع عليها يعني. ايوه فاهم. اه. فهتاخد كام عشان تعلم؟ لا والله انا ما بعلمش وبتاع. طب هتاخد كام؟ لا والله هاخد 30,000 وهعلمه في 4 شهور. اه. يبقى انت ال4 شهور دول خلاص انت كتبت النهاية. وفي ناس وافقت، يعني في ناس وافقت ايوه عادي فاهم. اشتغل 4 شهور مم. وعلمه، خد 30,000 عشان تعلمه، مم. وبعد كده هو هيكمل. اه. بس لما تمام. تيجي تحسبها كان مثلا كريم بياخد في البروجكت ده 60,000 جنيه في الشهر، اه. في السنة 720,000. مم. هدي الكريم 4 شهور ادي مم. 240، وياخد في يوم مم. 30 يبقى ادي 270,000. اه اللي فهمت. اتعلم ده هيشتغل بكام؟ ب 10,000 جنيه. بالربع مثلا. اه بالربع. ده اقل من ربع، 10,000 جنيه. أقل من ربع كمان. اه. ف10 في 12 ب 120,000 غير اللي كان مكلفني 720,000. بالظبط فهمتك. فاهم؟ فدي طب. الكيس الكيس التالتة طب. ان هو ما يسمعش النصايح بتاعتك او ما مم. يبقاش معاك في الصورة. مم. زي مركز العراق. مركز العراق من ساعة ما اشتغلت معاه انا باخد منه برسنتج بالدولار. مم. ومن ناحية الصرف لا كانوا بيصرفوا. يعني بدأنا الأول مم. ببيج كانوا بيصرفوا 2000 دولار، كنت باخد منهم مم. برسنتج 20%. مم. واشتغلنا أول شهرين الدنيا تمام. كنت بدي هنتات مم. يا جماعة السيلز فيه مشكلة، يا جماعة الكونتنت فيه مشكلة، فابتديت أديهم السكريبتات علشان يعملوها. هم بيصوروا مم. عندهم في المركز هناك. فالناس كانت مم. إيه متجاوبة لحد ما وصلت إن في مشكلة في السيلز. السيلز مش قادر يكفر ورايا. اه. وعرفت منهم إن السيلز بيبقى معايا مثلا 3 4 تليفونات. يعني مم. واحد بيبقى معاه 3 4 تليفونات لأن هم 12 صفحة. اه. أنا شغال على صفحة وفي 11 شغالين زي مم. بيصبوا كلهم على 5 سيلز مثلا. يعني مش كل سيلز اه فهمت. مسؤول عن صفحة. مم. فبدأ عشان كده يحصل عملت الاي اي ايجنت.
اه فيا جماعه السيلز فيه مشكله، مش عارفه ايه بتاع، من هنا لهنا مم. مم. ابتدوا يستجيبوا للاوبشن بتاع الاي اي، ويلا نشتغل على البروجكت ده. تمام. مم. آه اشتغلنا عليه وتستناه، ولقينا مم. ان الكفاءه بتاعته اعلى 5% من الموظف بشكل مم. مبدئي. فخلاص هنعتمد يا جماعه السيستم ده. مم. طب انا عندي رجع سؤال، يعني الكلام في مكسب كريم. اه اه يعني اللفه لفت لمكسب كريم. ليه؟ الايجنت مم. اي اي هيخليني احرق بادجت، لان انا مم. معايا مكنه بتكفر ورايا. مم. فكريم لو كنا بنصرف 3000، وقبل اصلا ما نعمل الايجنت دوت، هم كانوا جابوا لي صفحه تانية امسكها. يعني انا كنت ماسك مم. صفحه واحده من صفحاتهم، وقبلها كانوا جايبين لي صفحه تانية علشان النتائج بتاعتها مش الطف حاجه مع الشركه اللي ماسكاها ايا يكن هي مين. اه. مم. فادوهاني ان اشغل عليها اعلانات برضه. فكده كريم مم. اصبح ان هو مش هيصرف 3000 دولار، ده هيصرف 6، وهو بياخد مننا اه. برسنت. اه. وكانت الريزلتس مش الطف حاجه علشان مم. السيلز. فحلينا مم. المشكله وجبنا ايجنت. اه. فالايجنت ده مكنه شغاله 24 ساعه، مم. هتخلي كريم يحرق في فلوس اكتر. اه. تمام. اخر الشهر هياخد مننا كام؟ مم. فهمت. فاهم؟ فكل الديليز اللي موجوده عندك في دي، مم. ان انت الاول بيجي لك العميل غرقان، انا مش عارف مم. اعمل ايه، انا محتاس، انا تتفق معاه، والله انا باخد كذا، مش باجي عليك، انا بقول لك انا هاخد كذا قصاد ان انا هدخل لك كذا. اه. تشتغل، هو يقول لك تمام امين الحقني بس. مجرد ما مم. تشتغل ويشم نفسه تبدأ مم. المشاكل دي تطلع. فده اه. فهمت. بيخليك الديوريشن بتاع البروجكت معاك ما يزيدش عن ماكسيمم 6 شهور. مم. يعني انت من 3 ل6 زي الفل. اه. الكيس التانية اللي بيقول لك عمولات فيها، او الميديا بايرز اللي بتشتغل ب 10 و15، اه. ده يعمل دوشة حواليه وياخد برسنتج من الصرف. بمعنى الحاجات اللي بكلمك عليها دي ممكن تلاقيها مثلا آه 5 6 بروجكت على مدار 6 شهور، مم. ما عندكش حاجة تانية. يعني أنا اه. حاليا معايا بروجكت لشركة سياحة بتستهدف خلايجة، اه. شغلها مع خلايجة. الشهر اللي فات أو الشهر اللي قبله كان موضوع المركز، قعدت معاهم مم. من شهر 11 لشهر لحد الشهر اللي فات اللي هو 5، ده يعتبر الفاينل. اه. بتاع السعودية ده ما كملتش معاه تقريبا، هم 10 أيام بالظبط. وبدأت مم. الايه النزنزه اللي حصلت دي، فحسيت ايه اللي هو لا، ما انا مش هتست واجي في الاخر اشوف الدنيا رايحه على فين يعني. ايوه. اه. فكل فتره انت معاك بروجكت واحد بس، بروجكت تقيل. تمام. فاهم؟ بتاخد فيه رقم، بتاخد فيه رقم. طيب اللي مم. هيشتغل في شركه، اللي هينزل يشتغل في شركه، ده مم. راجل هيشتغل على اكونتات الشركه، فبياخد ثابت. وبياخد مم. مثلا لو هم هيدوا له كوميشن او بونص على النتائج، والله العميل ده قاعد معانا بقاله 6 شهور فانت نتائجك كويسه فالدنيا تمام، هتاخد بونص. تمام. طب انا مثلا كواحد زيي، انا مثلا كعبده مثلا، زي ما بيقول في الفيديو انا هبقى البطاطس لسه في الاول يعني. فانا ماشي. ازاي هل انا ازاي مثلا يعني احط رجلي، او ان انا مثلا ابدا حتى مثلا ايه، او ان انا مثلا ازاي، انا بشوف ناس بتكتب في الكومنت مثلا يا جماعه والله انا لسه مخلص، انا عارف انت قلت لي ازاي ان انا بخش بشرح للناس، بوريهم زي ما شرحت لي ازاي بعمل الرؤى، وبشرح وبعمل زي يعني بحلل البراند وبتاعه ببعت لهم وكده. بس انا بتكلم افرض مثلا في البدايه عايز انزل مثلا شغل واتعلم من يعني اتعلم من الناس اللي حواليا، اتعلم مثلا من حد فاهم واسمع واشوف هو بيعمل ايه والكلام ده كله، مش ده الافضل ولا ايه؟
ماشي تمام. اعمل ازاي ده بقى؟ ما هو انت هتنزل هنا في مصر، الحد الادنى للمرتبات اللي الدوله حطاه 8000 جنيه. اه. فهو لما تمام. يقول لك مرتباتهم هنا من 10 ل 15000، انت في مم. الحد الادنى يا ريس. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، لو انت هتشتغل فريلانس ولا يا عم انا مش هنزل وهجيب عملاء من على الجروبات، انت لو بتاخد مم. كوميشن، لو بتاخد كوميشن من مم. 15 ل 20% على بادجت الاعلانات ومعاك 10 عملاء، كل عميل بيصرف 1000 جنيه في اليوم، مم. يعني انت بتصرف 10000 جنيه في اليوم، يعني بتعمل اه. 1000 ونص في اليوم، من 1000 ونص ل مم. 2000 عمولة. مم. اه. آخر الشهر تبقى عملت من 30 ل 60 ألف جنيه. تمام. الفكرة بقى وهل إن انا أنت هعرف تدور اجيبهم على بسهولة؟ العشر عملاء. اه. يبقى أنت التارجت بتاعك إن أنت تروح تجيب 10 عملاء بيصرفوا كل يوم 1000 جنيه، بتحقق لهم نتائج مبيعات، بيبيعوا، مم. فشغالين. انا بقى عندي بقى خوف ان انا اجيب عميل ويثق فيا وما اعملوش نتائج. ما عشان كده يا معلم بناخد الكورس أهو. ما انا عارف انا هو ما باخد هو الكورس بس علشان حاسس ان تعمل له ما هو علشان اه. تعمل له نتائج، ما هو لازم تبقى مم. فاهم. جميل. ما انا على قد كل ما انا اللي احنا كل جزئية باخدها بتجعبد فيها. كل اللي احنا بنتكلم فيه لحد دلوقتي مم. ملوش علاقة أصلا بالداشبورد تمام. خالص. ده أنا يعني بصنفر الداشبورد لك مم. دماغك. تمام. عارف نفس فكرة إيه؟ واحد قرر يشتغل حداد، مم. فصاحب الورشة خده بيفرجوا على الورشة وأسامي الحاجة، يقعد تمام. في القصة دي سنة، بس يوم ما اه. هيقف على المكنة هو مم. داخل عارف هيعمل إيه. اه. تمام فهمت. فاللي احنا فيه دلوقتي أنا كل ده بعرفك على الورشة وما عنديش مشكلة تاخد فيها سنة. تمام. المكنة بالنسبة لنا الداشبورد، لما افتح لك مم. الداشبورد مم. واقول لك عيش، مم. هتتحرك فهمت فيها قصدي. ازاي؟ تمام. ما خلاص، ما دي النتيجة بقى. اه. فكيس ستادي في براند في مصر، انت اتخضيت من السؤال او اتخضيت من التايب بتاع الاسئله، مع ان يعني المصطلحات اللي موجوده دي المصطلحات بتاعت سوقك، بتاعت مجالك اللي انت داخله. اه. اه. لا لا، على فكرة والله لا عادي تمام، انا صراحة عملتها على فكرة، دي كانت اسهل واحدة بتاعت مصر. ما هو طبيعي لما هي البدايه اسهل واحد. لكن ايوه. تعالى، ايوه. تعالى بقى نخش مثلا في الكيس اللي بعدها. طب معلش بس هنا ممكن كان في اول واحدة في المطلوب تحليله، هل المشكلة البرايس؟ انا عملت حته الاوفر اللي قلت لي عليه، وحته ولا التراست ولا طريقه عرض المنتج. هو هنا انت قلت لي ان المشكله الناس بتضيف للسله وما بتكملش شراء، يبقى ثانيه هي دي واحده اللي بس، بركز عليها. ايوه. ثانيه بس. هل المشكله في البرايس؟ ارجع للكيس، هو قال لك سعر القطعه كام اصلا؟ لا يبقى ازاي المشكله؟ هيبقى المشكله في البرايس وهو مش قايل لك سعره اصلا. لا لا، ما انا قلت لك لا، ما انا بقول لك انا قلت كده حته الاوفر دي، بس انا ما قلتش ان المشكله فيها. انا قلت ان تمام. هنا لان بص هو بقى، عايز بيضيف الحاجه تعرفها؟ للسله اوريدي. هو ما بيضيف انا الحاجه هقول لك للسله اهو. اوريدي، هو عارف سعرها الاول اكيد. بيضيف فعرف كده يبقى الحاجه هو كده. للسله، ما بيكملش الشراء. مشكلته يبقى مش المشكله في برايس. التشيك اوت. يبقى المشكله في حاجه بتقابله في التشيك اوت، مثلا ما فيش كاش اون ديليفري مثلا، صح كده؟ او لا مثلا يا الويب باشا، سايت بيعلق في التشيك اوت، ولا لا، ايه ده معلش قول لي. مشكلته في الضمان، ده مشكلته في الضمان، او اه. مشكلته ان انت مش حاطط دفع عند الاستلام، اه. او وهي دي الاساسيه ان هو لسه ما خدش مم. الثقه الكامله فيك ان هو يعمل منك اوردر. اه. طب ما انا كاتب كاش اون ديليفري، قلت لي دلوقتي لا، وحاجه بتقول لي او ما فيش دفع عند الاستلام. ما هو احنا ما نعرفش الكيس، انت مش قدامك السايت. انت عندك الناس اه. ايوه. بتعمل اضافه للسلة، ما ممكن يكون الناس بتضيف المنتجات وبيحصل حاجه بتخرجهم. يعني بالظبط، ما مثلا انا قلت بيسيب ممكن تكون التليفون، مشكله. بيجي له مكالمه،
لحد امتى يبقى بالنسبه لي الاد تو كارت مشكله؟ لما يبقى عدد كبير بيعمل كده. لما الاقي مثلا اللي دخلوا عملوا سيشنز عندي 200 300 واحد، والاد تو كارت بتاعتي داخله لها في 50 60 واحد، مفيش اوردر. يبقى كده عدد كبير، فكده يبقى يبقى المشكلة كده في عندي عدد، انا بقى. يبقى في عدد مشكله. كبير. تمام. طيب الاد تو كارت ما تسببليش مشكله، لانه بالنسبه لي كي بي اي هيرتارجتنج منه. تمام. مع يعني ده ايفنت انا هعمل ريتارجت منه اصلا. ليه اللي عمل تشيك مم. اوت ده وطلع؟ زي ما قلنا، اعمل هو له يا محتاج اعمل ضمان ريتارجمنت. اكتر، مم. يا محتاج اوفر، مم. يا ضمان ان لو في مشكله هلاقيه بالبلدي كده، تمام. ما احس طيب حاجه انا هتيجي تترمي اه لي وتمشي. طب حلو، يعني تقصد كده في النقطة دي لما اجي اعمل ريتارجتنج بغير الكرييتيفز مثلا، بتغير وبخلي الكريتيف فيها طبعا. ان في مثلا بغيرها وبكتب فيها في الكونتنت مثلا ان في الاستبدال أو الاسترجاع خلال 14 يوم. كده انا حليت المشكلة دي، صح؟ بالظبط. تعال خد بقى كل الريتارجت تمام. دوت، يعني مثلا مم. كل اللي موجودين عندك في الاد تو كارت، مم. جمعتهم وعملت بيهم اودينس، وعملت تمام. منهم لوكالايز، مم. وتعالى حط الضمانات اللي انت كبراند تقدر تحطها. يعني تمام. لوكا لايك دي معاك يعني انا بقى لوكا لايك دي معاك ان انا معاينه بعمل مثلا، زي ايه؟ معاك معاينه مثلا تقدر تعاين. اه. مم. لو المنتج ما عجبكش مش هتدفع حاجه. تمام. احنا واثقين في البراند بتاعنا لدرجه ان لو المنتج ما عجبكش ككواليتي مش اه. هتدفع حاجه. تمام. طب تمام. انا معلش، بس انا كان سؤالي اللي هو اللوكا لايك دي، يعني انا بعمل كوبي للتارجت اودينس دول وبعمل لهم ريتارجتنج وبحط الكريتيف الجديده. لوكا لايك دي يعني باخد زيهم بالظبط، صح؟ واحنا شغالين في الاودينس، انت سحبت امم. الكاستم اهو، سحبته من اللي عمل تشيك اوت، اللي عمل قصدي اد تو كار. اد تو كارت. بعد كده انا عايز ناس مشابهه في السلوكيات للي عملوا كده. للناس اللي عملت اد تو كار. فكده ده بقى عندك اللوكا ايه؟ لايك. بقى عندك جمهورين، واحد انت جايبه تمام. اوريدي ده الاساسي بتاعك، والتاني امم. ده الالجوريزم دورت عليه وجابته لك. تمام. حلو. امم. تمام. امم. طيب اشتغلت عليه، ده انجل تانية. هو ده تمام. انا عرفت مشكلته في ايه؟ في ده الضمان، في مشكلته الامان. في الضمان مثلا. فهعمل له كرييتيف للضمان والامان. تمام. وهي دي الزوايا اللي كنا بنتكلم فيها جميل. كلها. ما هو اهو عميل ودخل بس لسه مش امم. مطمن. امم. بس مش هو عميلي، عميلي مظبوط، هو دخل امم. وشاف السايت وحط منتجات وعمل وبتاع، بس امم. هو عطلان عند حتة معينة. طب سؤال معلش برضه مهم كده. دلوقتي احنا شغالين على حاجه زي دي، هو انا المفروض بنزل كونتنت كل مثلا 3 ايام مثلا او كده؟ طب افرض انا عطلان ما عنديش افكار ولا حاجه، ودي مش بتاعتي، بتاعت الكونتنت كريتور، او انا انصح بايه صاحب البراند علشان خاطر ان هو يفضل مستمر؟ بص يا ريس، تشات جي بي تي موجود والاي اي موجود، تمام. اه. اديله سكريبت صح وطلع وهيطلع لك، لو عايز 100 فكرة هيطلعها لك لو انت دماغك واقفة خالص. تمام. امم. ما هو احنا جميل. قلنا مش ماشي. هنعيد اختراع العجلة، ما هو انا معايا حاجة ممكن استفيد بيها. اه. فهمت قصدك. تمام. جيب ماشي. يا باشا الافكار طب مع طب دماغي جايبه 3 افكار، لا تشات جي بي تي دخل لي 100 فكره. هو الطبيعي اصلا ان أنا المفروض انزل كونتنت كل قد ايه، او انزل بوست يعني عموما، ولا ايه؟ معلش. عادي ممكن 3 مرات في الاسبوع، ممكن مره صبح ومره بالليل، كده كده بعد مم. فتره هتلاقي هو بيقول لك الاوقات السجست اللي تنزل فيها. تمام. لا لا، ده اللي بتاع اقصده ان انا السوشيال كطبيعي ميديا كبراند هيبقى. عشان ما اموتش يعني. لا لا لا، انت بالنسبه لك لو بتنزل فيديو كل يومين او كل 3، بس هي الفكره في الفاليو بتاع الكونتنت. يعني انا ما هو مش حشو وخلاص. ايوه، فاهم قصدك. فاهم. تمام.
طيب ماشي. طب انا عندي استفسار، هل ممكن يكون في تولز انا كعبد تبقى معايا لو انا عايز اعمل براند لنفسي من غير ما احتاج الكونتنت كريت ولا المونيتور ولا الكلام ده كله؟ في تولز انا استخدمها كعبد تبقى سهله وتسهل عليا الكلام ده وابيلد انا براند؟ ايوه. ما هو ايه؟ انت يعني التولز اللي تساعدك كلها موجوده اي اي. عايز بالظبط. حاجه هل ده تعمل لك مم. كونتنت موجوده، وعايز حاجه تعمل اه. لك ديزاينز موجوده، وعايز حاجه تعمل لك فيديوز موجوده، وعندك سيستم كامل ممكن تبنيه للبراند بتاعك اي اي من اي تو زد مم. عن طريق ميك اي ده اي. ميك اي اي يعمل لك بفلوس ده؟ سيستم اوتوميشن. بفلوس طبعا صح؟ بفلوس، اه، ما هو مصاريف. ايوه فاهم. بس لا لا، انا بسأل ليه. ممكن استبدل البشر خالص. جميل. طب هدخل اعمل ورك ماشي حلو. فلو على ميك، اه. وهجيب كل تول بدورها، يعني ميد جيرني للتصميمات، تمام. إيلابس للصوت، تعليق صوتي، اه. آه... مجيب ويعمل لي مثلا، ريلز او برضو؟ ايه، ويعمل لي ريلز؟ ويعمل لك كاب كات يا باشا، بيعمل ريلز. اه. كاب كات بس بتبقى فيه اي شكلها اي نظيف بيعمل يعني ولا؟ بيعمل ريلز. اه، بس بكواليتي طبعا عالية اللي عادي. هو، اه بس ده البيت برضو صح، ده المدفوع؟ ما هو كل ده بيجي، بس تعالى تمام. احسب انا تكلفته كبروجكت، ما هو هيبقى نفس لا يذكر الموظفين. بالنسبه. تمام تمام. طيب ماشي. طب انا ان شاء الله باذن يعني الله الحاجات دي بقى عايزك يعني تعرفني في الاخر اساميهم، وانا ابقى اخش انا اتعامل انا يعني برضو ايه عليهم، عشان لو انا مثلا عايز ما اعمل هو حاجه وانا هنا ما هو اه. بص بص، اقول. الحاجات دي كتيرة جدا. تمام. انت بتحدد الوظيفة اللي انت عايزها، وتروح امم. تدور على الأداة اللي بتعملها، مش العكس. يعني انت ما بتعرفش تمام. الأسامي وتروح تشوف هي بتعمل ايه. انت امم. دلوقتي مثلا آه عايز تول تديك 100 كونتنت في الشهر. اللي اقصده مفيش تول واحده بتديني كل ده، ولا لازم كل لا تول لا لا لكل حاجه لا، معينه؟ لكل حاجة تمام. التول بتاعتها. تمام ماشي. اللي اقصده فأنا اللي هو ايه، دلوقتي، سهل عليا وتقول لي ايه افضل تول، لان انا كل ما افتح الاقي كل شويه ما فيرجن هو جديد من نانو برنامج شات على جي بي تي فكره. يديك أفضل تول في البوزيشن اللي انت عايزه، ولو عرفت تتعامل اساله معاه. هيديني. تسأله ازاي، ما هي اه. الفكرة بقى، تسأله ازاي وتوصل له اللي انت عايز تعمله بالظبط اه. فيفهمك، فهيرشح مم. لك التولز اللي تفيدك في البروجكت اللي بتقوله، مش هيجيب لك جنرال. هتقول له تمام. مثلا انا عايز تول بتعمل لي فيديوهات. لو انت اه. بادئ معاه شات صح عن مم. البراند بتاعك او عن البروجكت اللي انت شغال فيه، هيجيب مم. لك التولز، وهتلاقيه واخد لك مم. واحدة مرشحها لك ويقول لك دي أنسب علشان واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. تمام. فتروح تشوف التول دي بقى السبسكريبشن بتاعها ازاي. تمام فهمت. بعد ما تخلص هتجمع اه. التولز اللي هو طلعها لك، وتشوف اشتراك اه. كل واحدة في الشهر. ممكن تلاقي مم. نفسك داخل في تكلفة مثلا $400 في الشهر. احسبهم على اه. المصري. مم. لو جبت لكل تول هتعملها، لو جبت لها موظف او اتنين، مم. هيكلفوني مرتبات مم. كام؟ تمام فهمت. هتلاقي الاي اي ارخص لك وش. مم. عشان كده الناس اللي اي كلام، مم. الاي اي هيستبدل البشر. ما هو فعلا مم. انا لما اجي احسبها فاينانس، عشان اجيب تيم سوشيال ميديا او اجيب تيم لماركتنج ايجنسي كامل، مم. هدفع مرتبات من 70 ل 100 الف جنيه في الشهر. تمام. واسمي بتعامل مع بشر، وده يتاخر وده ما يسلمش في ميعاده وده مش عارفه ايه و. مم. طب انا لو رحت لحد قلت له يا باشا انا عايز سيستم لماركتنج ايجنسي كله اي اي، خد مم. في السيستم ده 100,000 جنيه، وقال لي اشتراكه اه. في الشهر تلاتين اه. ألف جنيه مم. لا أنا تمام موافق. ال30,000 اللي اه. هدفعهم مم. هيضمن لي إن الشغل بتاع العملاء ماشي مظبوط، مم. وبدخل أضعاف، وما تمام عنديش فهمت. ديلي ولا تأخير في حاجة. اه. ده تفكير فاينانس. تمام. آه
محمد العبار صاحب شركة إعمار مم. في الإمارات، كان لسه في مؤتمر وبيقول لك شركة إعمار بقالها 3 سنين ما عيناش فيها بني آدم بسبب الذكاء الاصطناعي. مم. 3 سنين مستغلين يعني. الشركة ما فتحتش باب التعيينات لبني آدم، اه وعنده 12 وكيل اي اي بيديروا الشغل. يعني 12 وكيل، يعني واحد بس 12 بيدير ايجنت اي اه. اي مم. بيديروا شغله كله. بجد 12؟ الله. اه. فانت مستوى يعني، لما رجل اعمال بحجم محمد العبار في المقاولات مم. يطلع يقول لك انا شركتي بقالي 3 سنين ما عينتش فيها موظف، مم. وان انا بدات اعتمد على الاي اي. مم. معلش، هو الراجل ده يعني هيهزر معانا في الفلوس مثلا؟ ده واحد امه لا. وابوه الفلوس، ايوه طبعا. هو مش بيجرب عشان تكنولوجي. كده هو فاهم هو بيعمل ايه. هو فاهم بيعمل ايه، وده معلش ده ضوء، ده اصلا وصل لده عشان عارف بيحط فلوسه فين. ايوه فهمت، بيوظفها صح. فلقى ان كل الوظائف يعني تقريبا 70% من الوظائف اللي موجوده عنده في الشركه يقدر يبدلها بايجنت. مم. ولا بقى خصومات، ولا موظف اتاخر، ولا تاسك ما تسلمش، ولا ده ما عملش شغله. مم. فراح مستبدلهم باي اي. اقل في المرتبات تقريبا 30 او 40% من تكلفه مرتباتهم، مم. وانتاجيه اعلى. مم. صح. هو ده خطورته في ان في شركات مسؤوله عن الاي اي ده، فحضرتك كده يعني هي بتسيطر على العالم لو كله راح. مم. بس هنتكلم ان بيزنس، لا، ارخص لي واعلى كفاءه بالنسبه لي. ايوه فهمت. مم. تمام. طب وانا حته بقى ان انا أبقى اسال شات جي بي تي دي، ابقى اعرفها منين ان انا اساله صح؟ واحنا بنتكلم عن السيلز، ماشي خلاص تمام. هو كده كده انت هتسال شات جي بي تي هيرد عليك. انا الطريقه اللي هعرفها لك ازاي اه. تطلع منه المعلومه اللي انت معلومة. عايزها، مش المعلومه الجنرال. يعني تمام. انت دلوقتي تسالني عن مرتبات الميديا بايرز في مصر، انت سالتني مم. السؤال كده، قلت لك مم. يا باشا ده لحد 100,000 ولحد 200,000. مم. تفرق عن ان قاعدين بنتكلم على الميديا باينج وعن البيزنس والماركتينج، فقلت لك ده في ناس بتاخد 70,000 جنيه و80,000 جنيه عشان بتعمل واحد اتنين تلاتة أربعة للبراند. مم. هي دي مرتبات، بس اتقالت في اه سياق فهمت. ايه؟ إنه الناس دي قدر بتعمل يقدمه. ايه قدر وبتضيف ايه، يقدمه اه. مم. فبتاخد 70 80 ألف. إنما سؤال إن جنرال، لا يا باشا، اه. في ناس بتاخد لحد 100,000 و200,000. مم. بس فالفرق طب ده هو ده اللي أنا بيبقى. هعرفك تعمله إزاي مع تشات جي بي تي. لكن هو في الحالتين هيرد تمام. عليك. مم. تمام. ماشي. اصل انا عمال افكر ان انا بقى عايز اعمل اي حاجه، فاهم؟ هنا الدنيا ما لسه الكويت لسه مضروبه من كام يوم تاني، فقفلوا الدنيا تاني. كانت قفلوا لسه الدنيا. مضروبه هنا اتضربت. ايه اه، ما والله العظيم يا تاني. شفتها في الأخبار. ضربوا. مش عارف ايه اللي اه ضربها، ايه اللي خلاهم ضربوها تاني. ضربوا هنا قاعده اسمها علي السالم دي تبع الطيران. بيضربوا مخزون الوقود هنا عشان الطيران كده واقف تاني. فكده برضو، فلما الطيران بيقف هنا عموما، لما الكويت من ساعه ما اتضربت هم قافلين كل الاوراق وقافلين كل حاجه. فطبعا عشان خاطر ان انا مثلا انا هنا زياره على فكره، كل ده زياره، انا مسافر على شغل. مسافر والدنيا مرستق الدنيا. بس اول ما مم. الدنيا اتضربت، فالاوراق وقفت ان انا احول من زياره لاقامه عمل اللي انا كنت هاجي عليها. فلحد دلوقتي انا قاعد كده. طبعا انا كل يوم بيعدي عليا ببقى بص دماغي، يعني مش عارف، طب دماغي ليه؟ ما انت تعباني عايز يعني. تغير، ما انت عايز تغير ورقك، هم اللي قافلين.
ما هيرحلوك بعدها يعني؟ ما اعرفش بقى، انا قاعد، انت عارف انا مسافر من امتى؟ انا ده انا كده داخل في الشهر الخامس اهو، في الشهر الرابع ولا ايه؟ ايوه ماشي، مش كنت في الاقامه بتاعتك عادي، في التاشيره بتاعتك؟ اي، ما هم بيمدوا لي التاشيره مجانا بصراحه، يعني الدوله بتمد التاشيره، هي خلصت اصلا الزياره بتاعتي بقى لها شهر، بقى لها شهر ونص. طيب. هم بيمدوا بس طيب اظن قاعد من غير شغل بيمدوها لك ايه اه. علشان هم اللي واقفين بس الورق. طيب انت بس قلقان من ايه يا معلم؟ قاعد من غير شغل، ما هو اللي ممكن بعد كده لا قدر الله بعد ما الدنيا تفتح يلغوا الاقامات للمصريين، عشان خاطر السيسي جه عمل كام مشكله يبقى كده. والله الراجل ده بص مش راحمني، يعني مش راحم الناس كلها، نشيل من ده جه ورايا برضه. ساعة ما هو جه الكويت، ساعة ما كانت إيران، كان الطيران واقف وكانت إيران بتضرب، فلما هو جه سافر من مصر للكويت ما ضربوش الطيارة بتاعته وقال لك إيه إيران وقفت ضرب. فما تفهمش هنا الشعب هنا برضه عنصري لدرجة إن هو يا ولاد الحرام، طب ماشي يا مصري احنا هننجحكم بقى إيه، الرئيس بتاعكم جه ووقفوا فاكر بتاع. ان احنا اللي موقفين، احنا اللي بنتحكم. اه بالظبط، فاللي هو يا جدعان طب احنا مالنا بقى يا اخوان، احنا مالنا. ف... فبقى لي بقول ان شاء الله خير يعني، فحسيت ان انا محتاج يبقى لي حاجه في مصر، فمش عارف مثلا انا بقعد اشوف فيديوز مثلا حاجات اللي هي الاي كوميرس مثلا، ان انا احط حاجه على زي مثلا اللي هو الستور وبتاع، ان انا اجيب برودكت بتاع حد واحطه في ستور مثلا، زي اللي هو تاجر والحاجات دي والكلام ده كله، هل ده برضه جاي بيجيب همه؟ عايز اعمل اي حاجه وانا قاعد، فاهم قصدي؟ فبحاول انجز كده اكتر. لا يا باشا بيجيب، بس انت يعني الفكره ان انت تصرف مم. وتبقى فاهم بتتحرك ازاي. اي براند بيجيب. طب ما انا على فكره عندي حاجات خاصه بيا بره. طب مثلا انا احنا لو بتبقى حبيت مثلا اعمل مشكلتنا حاجه. بتبقى مشكلتنا في الاوبريشن. اه. يعني احنا يعني انا كانت اكبر مشكله بتقابلني، انا مم. سهل اقوم بروجكت. تمام. يعني سهل اقعد اعمل بروجكت. اه. في التنفيذ او في الاوبريشن بتاعه بخبط بقى في حته ان انت، لا ده في يا معلم اوبريشن، ده في تاكيدات، ده في مرتجعات، ده في مشكله مع عميل محتاج يتهندل بتاع. اه. فالحاجات دي ما اعرفش اعملها او مم. بخبط فيها لازم بالبلد. لازم يكون تلاقي حد عندك شغال البروجكت هو. اتعمل على السوشيال ميديا تمام، مم. والاعلانات اشتغلت وفي حجوزات وفي رسائل والدنيا زي الفل. تعالى بقى يا باشا اه. نترجم الكلام ده لفلوس. بند الاوبريشن ده مش موجود. الكلام ده مثلا بكلمك عليه من 3 4 سنين. اه. فلما بدأت خلاص انا نفسي شغلي بقى بالتايب ده او بالشكل ده، مم. خلاص اللي انا بعمله للناس بقيت بعمله عندي. ايوه. انا اه. بتعامل مع مشروعي ان انا انا ماسكه كبروجكت. يعني في اتنين، في كريم مم. الاونر وفي كريم اه. البرفورمانس ماركتير اللي قاعد. ايوه. اه فاهم. فاهم؟ عشان اعرف ادير. طب انا لو عايز ابعد عن حته الديبريشن دي، يبقى انا اعمل حاجه انا ماليش دعوه فيها بالتوصيل وبالكلام ده كله وبتاع، زي حوار اللي هو مثلا اللي هو شغل الاي كوميرس ده مثلا. مثلا تاجر بيريحك في الجزء ده. هل بقى تاجر ده فعلا بيعمل ارقام كويسه؟ انا بلاقي ناس بتنزل كده بس ما بقاش عارف هم صادقين ولا لا. لا بيعمل يا باشا، بس بص، نصيحة علشان تحس اه. بفلوس تاجر. مم. يبقى في فلوس مبلغ انت يعني مثلا انا معايا سي 30 40 الف، مم. دول هشتغل بيهم اعلانات ما لهمش علاقة بقى بحاجة تانية. مم. واللي بيجي من تاجر بقفل حسابي اه. مثلا مع تاجر كل اسبوع، والله انا صرفت في الاسبوع ده كام وتسلم كام وجالي كام، عشان اجي اخر مم. الشهر اشوف انا صرفت مثلا 30,000 مم. رجعوا لي كام. هو انا عندي استفسار، هو انا هو تاجر ده نظام ايه يعني؟ انا باخد برودكت من عليه، بعمل بكاري بيج مثلا وبنزل عليه المنتجات دي، وبعد كده بشتري انا بضيف بيانات العميل على منه على لا تاجر، ولا بعمل هو ايه؟ هو سايت يا باشا، وبتاخد المنتجات من تاجر تحطها على السايت وتشتغل الاعلانات بتاعتك. العميل يخش يعمل الاوردر، يسمع في السيستم عندهم، هم ياكدوا يغلفوا يوصلوا يحصلوا الفلوس وينزلوها في المحفظه بتاعتك. يعني انا لازم يكون عندي ويب سايت انا كمان؟ تعمل ويب سايت، تبيع عن طريق الرسائل، بس براحتك.
طب انا لو بعت مثلا عن طريق الرسائل، مثلا عن طريق الرسائل مثلا كريت بيج مثلا، تمام، باخد اللينك بتاع يبقى ليا ريفيرال لا مثلا، اللينك لا 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 اللينك كده والناس بتخش عليه ولا ايه؟ لا لا لا، انت بتاخد صور المنتج اللي هتشتغل عليه، عملت الاعلان، الناس دخلت سألتك عليه، اه. بت بتخلص الشات بتاعك وخلاص، خدت البيانات، بتخش بعد كده على تاجر تكتب انت تعمل له انت الاوردر. وبشتري انا من فلوسي مثلا، او لا، تاجر لو بيوفر كاش اون ديليفري هو كاش اون ديليفري، التاجر ما بتشتريش من فلوس. بس طبعا لازم اكون عامل اكونت مثلا على تاجر، ده بيبقى عارف ان انا جاي من راجل سيلر، بالظبط اه. عشان لما فهمت، تمام. تمام فهمت قصدك. واحاول انقي برودكت يكون كويس مثلا واشتغل عليه، او كذا برودكت مثلا من على تاجر. تختار بقى المنتجات اللي انت هتشتغل عليها وتطلع عليها اعلان، اه. وتاخد بيانات الاوردر من العميل، اسمه ورقم وطبعا، تليفونه وبتاع. طب معلش عندي استفسار، ليه الناس ما تشتريش من على تاجر دايركت؟ لان الناس ما تشتريش من يا باشا، يعني معلش، احنا قلنا ان السوشيال ميديا العميل اصلا مش في دماغه يشتري، انت اللي اه. بتقنعه يشتري. جميل. يعني احنا هنا طب. عندنا في مصر مم. مثلا، هل انا اي حاجه عايز اشتريها اه. مش هنزل اشتريها من محل، هستناها تيجي اكيد قدامي في الاونلاين يعني. لا، فهمت قصدك. انما على فكره انما اللي جه قدامي اللي في اه. الاونلاين ده جاي لي اصلا وانا مش عايز اشتري، يعني انا مش في دماغي اه. اشتري، فبيقنعني ان مم. انا اشتري. كويس والله. على فكره بس اللي وانت بتقوله لي ده انا بيرن معايا في حاجات كتير قوي، اسئله بتبقى داخليه يعني انا والله دي اسئله جميله والله، اجاباتك حلوه والله. ايوه. بس يعني اه. زي عندنا كده جميل. شارع الازهر والعتبه والحتت دي، ما احنا كلنا عارفين ان ايوه. الحاجه هناك رخيصه وبسعر الجمله. مم. انت ممكن تنزل تشتريها من المحل اللي تحت، مع ان انت عارف ان هي في مم. العتبه ارخص. بس لما مم. تيجي تحسبها انت يعني كعبد الرحمن او كريم او اي حد فينا لما بيجي يحسبها، اه. يا عم انا هضرب مشوار للعتبه واروح الزحمه علشان اشتريها، وهلاقي الفرق مثلا 30 40 جنيه، ما انا مم. اتبهدلت بيهم، اتفشخت بيهم رايح جاي. ايوه. اه. هي في المحل ب 90، ولو رحت العتبه هناك اجيبها يا سيدي ب 40 جنيه. اه. انا عشان اروح العتبه واجي والفشخه والوقت والزحمه والكلام ده يساوي ال 60 جنيه الفرق دول؟ لا مم. يا عم خلاص انا هجيبها من طب معلش سؤال، هو النسبة اللي هاخدها هل تجازي من على تاج ده، النسبة اللي هاخدها جازي ان اسمه ايه ده اللي انا هاخده يعني من ثمن البرودكت مثلا، ولا ايه؟ هو اللي مثلا تاجر بيديني الحاجة مثلا هو بثلاث تاجر. قروش لا، هو تاجر بيقول لك سعر المنتج جمله كذا، تمام، انت او هبيعه بالسعر اللي انت سعره عايزه. كذا، حط عليه اه. السعر، هو بيديك مقترحات سعر. تمام. هو بيديك مقترحات سعر، يعني يقول لك مثلا ده سعره 300، وفي ناس بتبيعه مثلا ب 320، امم. بيتباع لحد 320 بناء على ايه؟ بناء على الاوردرات اللي جت قبل كده على المنتج ده. تمام. اه. انت بقى قررت طب تبيعه مثلا ب 350، وهو ملوش دعوه، هو هيروح يحصل حلو. ال 350، هياخد 300 بتوعه اه. ويحط لك ال 50 في المحفظه. وانا بعرف للتاجر انا العميل هتاخد من العميل كام؟ ما هو انت بتعمل الاوردر بيقول لك سعر البيع اللي انت بعت بيه، تمام. اه حطيته يعني مثلا ممكن. 400 جنيه. طب انا عندي استفسار، ممكن ادي كل مره سعر بيع مختلف؟ اه عادي. هو كده كده تمام. تاجر هياخد سعر البضاعه بتاعته، وبيديني انا الفرق. الفرق اللي انت مطلعه ده هو اللي بيتحط لك في المحفظه. طب عندي معلش بقى، هم عندهم كوزماتكس؟ عندهم كوزين حسب الاسواق، هم تمام. فاتحين في 4 اسواق، مصر ايه. والسعوديه، فاتحين في 4 اسواق او 5 تقريبا. يعني انا اقدر مصر مثلا اشتغل على مثلا والسعوديه الماركت بتاع السعوديه. والامارات وعمان وعراق. اه. اه 5 اسواق. تمام. وايه افضل سوق فيهم؟ السعوديه صح؟ يعني على حسب انت بقى. يعني مثلا كوزماتكس هتبقى ايه افضل سوق؟ ايه افضل حاجه مثلا لو سعوديه مثلا كوزماتكس؟ بص، مش هتحس بفروق كتير دلوقتي عشان فرق العمله،
يعني انت رايك كده؟ يعني انت لو رحت لعمان، عمان الدينار بتاعها مش عارف ب 150 جنيه تقريبا، اه ايوه. 130 جنيه. اه بس هم هناك مفيش حاجة عندهم ب 50 و60 دينار يعني. اكيد اقل من زي كده الكويت، طبعا. زي الكويت عندك. الكويت عندك ممكن ينزل يشتري حاجات قد كده يدفع فيهم 2 دينار. ولا عمرها توصل ل 200 كمان. ولا عمرها. لا مش 200، 2 دينار. اتنين، اه ما انا بقول برضو انا. اه أنا مستغرب. اه. اه. فدي الثقافة بتاعتهم. امم. فانت لما تيجي مثلا انا. تلاقيه هو حاطط لك المنتج مثلا بدينار، امم. وانت حطيت عليه دينار زيه، امم. هل السعر ده مقبول بالنسبة للسوق اللي انت شغال فيه على المنتج ده؟ امم. فبتروح انا تشوف بقى المنتج الناس حبيت ان بتبيعه انا اعمل برنج كده كام، اه. وتبدأ بقى تشتغل عليه اه. عشان تعرف تبيعه. لكن انت عادي دخلت عملته يا عم ب 10 درهم وصرفت، امم. ما اه. حدش هيشتري، مش مقبول. اه هم مش فهمت عبط قصدك. يعني. اه. فما فيهاش افضل سوق، هي فيها يعني انا امم. هعرف اتعامل مع انهي شعب، اه. هعرف ثقافة انهي اه. شعب. امم. فهمت قصدك، ماشي. طيب خلاص زي الفل، ماشي. يعني انت رأيك انا لو حبيت ابدأ في حاجة زي كده، ابدأ في حاجة زي تاجر او الحاجات دي، بدل ما انا بلد حاجة من الاول واخش في لعبكة وحوارات، صح كده؟ اه يا باشا، انت بقى ليه تشتري بضاعة وليه تخزن عندك ستوك وحاجات زي كده؟ لما هي انا كده كده هعمل الادز، هدفع هنا او هنا، فانا خلينا ابعد عن حتة الاوبريشن دي. بالظبط اه. اه. طيب ماشي زي الفل. طيب في حاجة غير تاجر او حاجة شغالة غيره وتكون احسن، ولا هو تاجر؟ اي، هو تاجر اللي انا اتعاملت معاه افضلهم يعني. في الكسيبة، في ممكن تاخد منتجات من على امازون. بس الفكرة في امازون ده يعني اللي هو نظام الريفيلر وان انت تبعت لينك لا لا ده مش حلو يطلب ده. منه. يعني في اكتر من سيستم افيليت تقدر تشتغل بيه. اه انا عارف ان امازون ملعبك شوية، صح؟ امازون ملاعبك، وبعدين ما بيفتحش للسيلرز كتير يعني، بيفتح للميرشنت. ايوه تمام، اه ما انا عارف، ايوه. طيب ماشي بس خلاص ماشي قول خلينا لي في كيس تاني. التاجر ده كده. طيب انا عايز خلاص. اطمن بس في موضوع الحالات ده، والله انا عمال اجل عشان ما ادخلكش في اسئله تانية. لو دخلت في الداشبورد انا عارف هضيف عليك اسئله تانية، وانا لسه حاسك مش قد كده في موضوع الكيسز لسه. لا عادي قول لي، طب نخش على التانية وشوف مثلا أنا عملت فيها ايه. طيب قول لي. افتح كده الكراسة الصفراء. هو اللينك، استنى اللينك ده هيخلص كمان 7 دقايق، هبعت لك لينك تاني. ماشي. نخش في الكيس ستادي ولا؟ والله بص، يعني هو كده كده انا يعني هشرح لك الانترفيس في ميتا، انا مش هقرا، مش هزود عليك. ماشي. بس انا مش عايزك تتوه في التانية. اه الكيس يعني ستادي. لان اللي انا هشرحه هيفتح عندك اسئله تانية تمام. في ارقام وداتا وبتاع. فعايز اطمن ان انت خلاص يعني دي تمام عشان اعالج حته مم. التشتت دي. قبل اه ما ادخلك في فيلد تاني هيجي لك فيه اسئله تانية، يبقى انت فهمت كده قصدك. لا طلت القديم ولا الجديد وحسيت ان انت تايه برضه. اه فانا فهمت عمال قصدك. ااخر على قد ما اقدر لحد ما انت تبقى خلاص تمام في دي. مش فارقه ماشي. معايا يعني، احنا كده كده يا باشا قاعدين، ايوه. الكويت اتضربت وقاعدين، مش فارق معايا ايوه بالظبط كده. والله. ماشي. طيب ماشي. تبعت لي اللينك نخش على الثانية ولا ايه؟ الحالة الثانية. اه خلينا في الكيس، بس عايزين نشوف انهي كيس بقى
انت خلصت كام واحدة فيهم؟ أنا عملت كده، عملت بتاعة الخليج، وعملت بتاعة الإمارات، وعملت بتاعة أوروبا، وعملت بتاعة بريطانيا، وعملت بتاعة قطر، دي كانت بتاعة قطر، وعملت بتاعة قطر. مم. بس آخر حاجة وصلت لها بتاعة قطر، لأن بقى طيب بتاعة قطر دي خدت مني شوية حلوين. ثانية واحدة. حلو. خلاص مم، خلينا يعني نراجع عليهم نشوف انت اتحركت فيهم ازاي. تمام ماشي. يعني كويس اهو، سوق اماراتي وسوق اوروبي عملت كل ده. وبريطاني. وكنت فاكر كلامك في حتة في السوق الأوروبي أو بريطانيا والكلام ده كله، الناس بتهتم أوي بحتة التشيك أوت بإيه بالظبط؟ إن هما ما مم. يهمهمش حتة الكاش، أو ما يهمهمش حتة إن هو يحط الكارد بتاعتهم. هما عايزين زي باي بال، بايونير، الحاجات دي يعني. طيب تمام. يعني إيه برضو ماشي. كنت فاكر كلامك تمام. نخش مثلا في الخليجي دي مثلا، ولا هيفصل؟ لا هو هيفصل، احنا كده كده يعني هناخد بريك 10 دقايق ماشي. عشان ما تفصلش مني. احنا هو بقالنا ساعة، بقالنا طيب 3 ساعات ما حسيتش بيهم، بس هتفصل مني انت في الساعة الجاية. ماشي هناخد كده خلاص ماشي. بريك 10 دقايق وبعد كده ندخل نخلص الحاجات اللي انت خلصتها دي. تمام. آه، اطمن ان الدنيا تمام. اه. واكيد هياخدوا معانا الساعة ونص، بس ايه الباقيين الشيت بقى مش الثانية؟ هراجع معاك فيهم. يعني انت لسه عندك باقي الشيت. اه. ايوه، لا انا بقى يا الشيت طالما انا باشا، ما عملتوش مش محتاج تراجع معايا اصلا، لا اكملهم انا عادي. ما هو انا معاك لحد اقول بتاعت قطر. تمام السيشن بتاع بكره انا خلاص هسيبك بقى في دول، يبقى انا من بكره انا داخل في الداشبورد. ماشي، مفيش مشكلة، تمام خلاص كده. ماشي. تمام ماشي. بس راجعنا مع بعض اهو حالات، جاوبنا على اسئله، اه. رحنا يمين ورحنا شمال تمام، وجاوبتك هي على فعلا كل في حاجات بتطلع التساؤلات اللي أسئلة موجوده. جديدة، اه. اما مم. هتطلع اسئله جديده انا عارف، مم. بس برضو علشان ايه، ما ما نسرحش قوي يعني. تمام، فاهم قصدي. ماشي. ماشي. فناخد طيب. بريك كده وهيفصل. خلاص قدامه دقيقة، طيب 10 افتح دقايق. على عايز ثلاثة بقى ونص تخش كده ولا ايه؟ حمام؟ ماشي. هبعت لك اللينك برضه. عايز بقى تخش ماشي. حمام، توضى تصلي تعمل كوباية شاي بتاع، يعني روق تمام. كده على حالك ونخش تمام. اللينك تاني. خلاص ماشي. 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 ماشي ماشي انا كل ده ماشي بسجله ما عندك. تقلقش، بس اه. هرفعهم لك على لينك درايف عشان حجمهم كبير. مفيش مفيش مشكلة، عادي مش تمام، هجيلك مفيش واتساب، مشكلة. هرفعهم لك لينك درايف وابعتهولك. خلاص إن شاء الله. ماشي. ماشي عندك حبيبي.